طبعا انت خلصت الثانويه العامه ودلوقتي خلاص انت داخل الجامعه وكلك حماس وعايز تروح بقى للعالم الكبير اللي كل الناس بيحكوا لك عليه، نفسك ترسم لنفسك مستقبل كويس ونفسك تجهز نفسك للوظيفه اللي انت المفروض تبقى فيها الفتره اللي جايه. ولكن في بعض الحاجات اللي محدش هيقول لك عنها تماما. الحاجات دي بتحرق منك وقت كبير جدا وبتضيع عليك فرص كتيره قوي، وعاوز اقول لك ان في ناس بيفشلوا وبيضيعوا في الحياه الجامعيه عشان ما سمعوش الكلمتين اللي انا جاي اكلمك عنهم النهارده. النصايح اللي هقولها لك دي نصايح غاليه جدا، اعتبرها من اخوك الكبير. يلا بينا دلوقتي نروح على الفيديو. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا علي شاهين، المدير التنفيذي لشركه اي تي ليجند. انا كنت زيك في يوم من الايام وكنت داخل الجامعه وكان عندي امال وطموح كبيره جدا، وبسبب ان انا ما سمعتش الكلمتين اللي انا جاي اقولهم لك دول للاسف الشديد قضيت اول فتره في الجامعه كانت صعبه جدا جدا عليا. لكن الاول بس قبل ما نتكلم في اي حاجه وناخد النصايح الغاليه اللي هنتكلم عنها النهارده، انا بصراحه مش عارف ازاي تكون انت مهتم بالبرمجه ومهتم ان انت تاخد نصايح في الحياه وفي البيزنس وما اشتركتش في القناه لحد دلوقتي. اشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها، وهسيب لك في الديسكربشن لينكات كتير جدا هتفيدك، ومنها كورساتي المجانيه وكورساتي المدفوعه. ايوه، اقرا كده نصايح من يعني ايه نصايح من المستقبلي؟ يعني انا كنت هناك ورجعت. يعني انا عديت بالكلام ده قبلك، ومش انا بس اللي عديت بيه قبلك، دي تجارب ناس كتير جدا انا شفتها بعينيا، وحاجات كتير جدا عدت على اصحابي وعدت على غيرهم وعلى غيرهم. هنقلها لك دلوقتي عشان اجيب لك من الاخر، هختصر لك حاجات كتير قوي في حياتك دلوقتي. بص، اول نصيحه معانا النهارده، خفض توقعاتك. قبل ما بتكون داخل الجامعه بيكون عندك توقعات كتير، منها الحلو قوي ومنها الوحش قوي. الحلو قوي بيقول لك ان الكليه دي جميله وزي الفل وانك هتستفيد وانك هتتعلم وانك هتوصل لحاجات كتير جدا حلوه، والحقيقه انك هتدخل تلاقي في دكاتره كويسين وهتلاقي في دكاتره تانيين انت مش هتفهم منهم اي حاجه خالص. وفي توقعات تانية هتقول لك ان انت هتقابل بقى ناس وهتتعرف وهتعمل شله وهتعمل الكلام ده كله، واول ما تدخل الكليه هتلاقي ان اغلب الناس مش على توقعاتك، وهتلاقي ان اصحابك مش هيبقوا كتير ولا الكلام ده كله. وفي حاجات تانية هتبقى سلبيه، يقول لك مثلا ايه، لا ده احنا هنروح ومش هنلاقي اللي احنا نفسنا فيه، وان الجامعه دي ملهاش لازمه والمفروض نشتغل ونسيب الجامعه. والحقيقه ان الجامعه فيها مميزات كتير قوي وانك لازم تستفيد من المميزات دي، والا ما كنتش دخلت جامعه من الاول وكنت خلاص قضيتها شغل بقى، وسيبك بقى من التعليم كله خالص ويلا بينا نروح نشتغل في اي حرفه بقى وخلاص. فبالتالي خفض من توقعاتك الايجابيه وخفض من توقعاتك السلبيه. حاول ان انت تشوف الدنيا على حقيقتها، ما تشوفش الدنيا من جوه توقعاتك ومن جوه الكلام الحلو او الوحش اللي بيتقالك قبل الجامعه، عشان تقدر تشوف كل حاجه على حقيقتها. تاني نصيحه معانا النهارده وهي اعاده برمجه نفسك. بص بقى، مفيش واحد فيكو خرج من الثانويه العامه وطالع سليم سكه ودغري. يعني مفيش واحد فيكو طالع سليم ومية مية وزي الفل ومفيش اي حاجه مضايقاه. فكل واحد في الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي هو خارج من حادثه. الحادثه دي هي عباره عن السيستم القديم اللي انت كنت بتدرس فيه طول السنوات اللي فاتت، اللي اثر بالسلب بشكل كبير جدا عليك. الحادثه دي هي عباره عن الطريقه اللي انت اتربيت فيها في البيت، واللي كان فيها ايجابيات وكان فيها سلبيات، ودلوقتي انت بتسيب العالم الصغير اللي انت رايح عليه ورايح على عالم كبير جدا. واعاده برمجه نفسك دي كلمه كبيره وكلمه واسعه قوي قوي قوي. انا هفوكس معاك فيها على حاجه واحده بس في الفيديو ده، وهي انك تتقبل نفسك. ركزوا معايا يا جماعه في الحته دي، مهمه قوي والله، مهمه قوي. تقبل نفسك يعني ايه؟ اصل انا تخين، لما الناس هيشوفوني هيقولوا لي انت مش عارف ايه. مين هنا في الناس اللي قاعدين تعرض لتنمر مثلا في المدرسه او هو صغير؟ يرفع ايده، ارفع ايدك، ما تكسفش. اقول لكم على حاجه، انتوا لو جمعتوا التنمر اللي انتوا كلكم عديتوا بيه، لو جمعنا كل التنمر اللي انتوا عديتوا بيه، ما تجيش بعدد التنمر اللي حصل معايا انا كعلي شاهين وانا صغير. معقول يا باشمهندس انت حصل معاك تنمر؟ الاجابه انا كنت متربي في مكان شعبي وكنت ولد ابيضاني كده وحليوه وانا صغير، وطبعا الكلام ده ما كانش عاجب الناس التانيين، كانوا شايفين ان انا مختلف وان انا شكلي غريب، فكنت متاخد في الرايحه وفي الجايه تريقه، متاخد في الرايحه وفي الجايه تنمر. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل دعم عيلتي ليا انا ما عانيتش من الموضوع ده، وقدرت ان انا اتخطاه بشكل كبير جدا، والحمد لله بقيت زي ما انت شايف دلوقتي بعمل فيديوهات والناس كلها
بتتفرج عليا والناس كلهم بيحبوني ومتقبليني. ده ليه؟ لان انا كعلي شاهين بفضل الله سبحانه وتعالى متقبل نفسي بنسبه كبيره جدا. فالقاعده هي كل ما تتقبل نفسك اكتر كل ما الناس اللي بره هيتقبلوك اكتر. واعاده برمجه نفسك هو موضوع كبير زي ما انا قلت لكم، وباذن الله هنعمل فيه كورس متكامل، وممكن افكر ان انا اخليه اوفلاين. لو انت مهتم في الموضوع سيب لي في التعليقات وقول لي انك محتاج الكورس بتاع اعاده برمجه نفسك. ثالث نصيحه معانا النهارده وهي اختيار الصحبه الصالحه. لما تدخل الكليه هتلاقي في البدايه هتلاقي الناس بيتجمعوا جروبات كبيره جدا، 10 15 20 واحد ماشيين مع بعض، تمام؟ تلاقي ال 10 15 دول اتقسموا خمسات، بعد شويه الخمسات دول بيبقوا اثنينات وثلاثات. فلما تدخل الكليه ما تعشمش نفسك قوي بموضوع الصحاب الكتير بقى والشله والقصه دي، لان هي ما بتدومش. وفي الغالب اللي هيدوم لك هم 2 أو 3 اللي هتخرج بيهم من الجامعه، وهم دول هيبقوا اصحابك القريبين منك اللي ممكن يكملوا معاك فيما بعد ان شاء الله. لكن اهم حاجه تختارهم كويس، اختار الناس اللي يدعموك، اختار الناس اللي يساعدوك في الاتجاه اللي انت عاوزه. واعرف كويس جدا صحابك اللي انت بتفضل معاهم اللي هم بيعملوه كمان شهرين 3 4 هتبقى بتعمله. يعني لو صحابك بيشربوا سجاير او بيعملوا حاجات مش كويسه هتبقى زيهم. صحابك لو مهتمين باهتمامات ان هو يلا بقى نخرج ويلا بقى نعيش حياتنا والكلام ده، هتلاقي نفسك بتعيش حياتك انت كمان برضو، وتسيب مستقبلك وتسيب الكلام ده كله. انت جاي الجامعه عشان تبني مستقبلك، انت جاي عشان تبني نفسك، فركز في هدفك الاساسي واختار صحابك اللي هيساعدوك ان شاء الله انك تكمل في نفس اتجاهك. رابع نصيحه معانا النهارده ودي بقى اللي خطيره قوي 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 بقى، ودي اللي بتعمل مشاكل كبيره جدا. صحح مفاهيمك عن الجنس الاخر، سواء كان اللي بيتفرج عليا دلوقتي ولد او بنت، اعرني انتباهك ارجوك. انا النهارده كنت طالب وحياتي كلها اصحاب ولاد، هوب دخلت الكليه لقيت بقى معايا بنات، فانا قادر ان انا اتعرف على ناس وقادر ان انا صاحب والقصه دي كلها. شفت فيديو لواحد بدون ذكر اسماء بيقول لك يا جماعه الكليه مش مهمه، ولو هي مهمه فمهمه في حاجتين 2 بس، ان انت تلاقي ناس ممكن يساعدوك انك تشتغل في اماكن فيما بعد، او ان انت تقابل واحده تتجوزها. والنصيحه دي في الحقيقه هي نصيحه مدمره، وانا جاي اقول لك ليه دلوقتي هي مدمره. لان انت فكره انك تتجوز بنت من سنك هي فكره مش محببه قوي. ليه؟ لان دماغ البنات بتكبر بسرعه اكبر من الولاد بكتير جدا. يعني انت البنت اللي قاعده اصلا في سنك، اعذرني معلش يا صديقي العزيز، هي شايفاك عيل، شايفاك مش كبير، لان دماغها فعلا سابقاك. هي صفاتها الفسيولوجيه وطبيعتها كده، طبيعتها مختلفه عنك. يعني يفضل ان انت لو هتتجوز بنت تتجوز واحده اصغر منك ب3 سنين، عشان تبقى دماغها قريبه من دماغك، وعشان تبقى شايفاك انت راجل. ازاي هتشوفك راجل حقيقي؟ تعالى وانا اقول لك. عشان تشوفك راجل حقيقي لازم تكون انت راجل كسيب، بتعرف تكسب فلوس كويس جدا، وتشيز مش هيحصل وانت لسه في الجامعه وما اشتغلتش. تاني حاجه لازم تكون راجل ملتزم بكلمتك، كلمتك بالنسبه لك حاجه كبيره، واللي هي انت لسه اصلا بتبني شخصيتك في فتره الجامعه. فالموضوع ده هيبقى صعب جدا، واي علاقه هتدخلها هي عباره عن تضييع وقت او حاجه انت بتفرغ فيها مشاعر، ولازم تكون انت متفهم ده من دلوقتي. الحاجه التانيه اللي انت لازم تكون فاهمها ان البنات غيرك خالص يا صديقي في حاجات كتير جدا. اول حاجه البنت مش زي صاحبك الولد. صاحبك الولد انت ممكن تهزر معاه عادي جدا وتهزر معاه في حاجات كتيره، البنات مش كده خالص. تاني حاجه البنت بطيئه عنك كولد بكتير، انت كولد سريع، تصرفاتك سريعه، ردود افعالك سريعه. هتلاقي البنات ابطا منك بكتير جدا، فهتلاقي ان انت في الاول هتجد صعوبه في ان انت تتعامل مع هذا البطء. بالنسبه لك ده هيبقى اختراع. تالت حاجه البنات طريقه تفكيرهم اصلا في فكره العلاقه مختلفه عنك. اللي الشباب مثلا بيكونوا مش فاهمينها، البنات ما بيعجبوش بالشكل. على فكره اوعى تكون مفكر ان البنت هتعجب بشكلك، فاهم قصدي؟ اي واحده هتعجب بشكلك بس، فاهمني؟ دي مرحله مراهقه مش اكتر. البنت مش هتتجوز واحد ابدا عشان شكل ابدا. فاللي انت بتعمله في شعرك واللي انت بتعمله في لبسك واللي انت كل ده ملوش لازمه. البنت مش هتتجوز غير واحد تقتنع ان هو يعرف يوفر لها الامان، نقطه واول من اول السطر، عشان ما نطولش بس في الحته. تمام؟ فظبطوا يعني ظبط دماغك تجاه الكلام ده، عشان الكلام ده بيحرق كتير قوي 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 في الكليه، يحرق معاك وقت. البنت عاطفيا فاهمه الولد كويس جدا، وفاهمه هو عاوز ايه كويس قوي. يعني ولد يجي يقول لك ايه، انا بحاول ابين لها اعجابي بس هي مش فاهمه. لا يا حبيبي، هي فاهمه بس هي مش مهتمه. يعني عاطفيا هم عندهم نضج لا تتخيله ومعديك بمراحل. فبالتالي انت هتضيع وقتك بشكل كبير جدا لو شغلت نفسك بالعلاقات وسبت الميشن الاساسيه اللي هي انت بتبني فيها شخصيتك وبتبني فيها مستقبلك الوظيفي اللي انت بيه بعد كده هتقدر تبني اللي انت نفسك فيه كله. انا بقول لك المعلومات
المعلومات دي من المستقبل ومحدش هيقولك الكلمتين دول، فانا جاي اقولهم لك عشان اريحك. ولو انتوا عاوزين نتكلم في الموضوع ده اكتر سيب لي برضو في التعليقات ان انتوا عايزين نتكلم في الموضوع ده، ممكن نعمل له فيديو منفصل لان هو موضوع كبير ومش صغير خالص. والنصيحه رقم 5 اللي معانا النهارده، اتعلم تنظيم الوقت. تنظيم الوقت. انت كطالب حاسبات عندك حاجات كتير قوي بتعملها، انت مشغول. يعني ايه مشغول؟ عندك كليه، عندك دكاتره، عندك مذاكره، عندك امتحانات، عندك كورسات وحاجات بتطور نفسك فيها، ايفنتات وبتحضرها، انشطه طلابيه، عندك مجموعه من الحاجات اللي بتشغلك، فانت لازم تعرف تنظم وقتك. هنظم وقتي ازاي؟ في فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب بتعلم تنظيم الوقت، في كتب كتير جدا بتعلم تنظيم الوقت. وبالمناسبه على فكره، مهاره القراءه بشكل عام هي حاجه انت لازم تاخد عليها، لازم تكون انت حاطط في بالك ان كل كام شهر مثلا او كل شهر انت بتقرا كتاب من الكتب المفيده. وطبعا في فيديوهات وفي ناس كتير جدا مرشحين الكتب الكويسه اللي انتم ممكن تقروها وتساعدكم في حياتكم. الموضوع متاح وموجود، اتعلموا من دلوقتي تنظيم الوقت. ليه؟ لو مش هتعرف تنظم وقتك لما تدخل الكليه تيجي تقول لي ايه؟ هاخد كورسات ازاي يا باشمهندس؟ ده الدكاتره مطلعين عينيا، ده انا مش لاحق، ده انا يا دوبك برجع البيت انام وما بعرفش اعمل مش عارف ايه. هتيجي تقول لي الكلمتين دول، والحقيقه ان في زميلك غيرك بيعرف يعمل كل حاجه في نفس الوقت المتاح. فتنظيم الوقت، ركزوا جدا 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 على تنظيم الوقت. اللي بعد النصيحة رقم 6 والغير متوقعة طبعا في الفيديو اللي انا عمال اديلك فيه نصايح واقول لك اشتغل على نفسك واتعب وابذل مجهود عشان تشتغل. النصيحة رقم 6، استمتع بوقتك. استمتع بوقتك في الجامعة. الفترة اللي انت بتقضيها في الجامعة وفكرة ان انت متواجد مع اصحابك وعندك الفرصة ان انت ممكن مثلا تخرج، ممكن تتفسح، ممكن تسافر في اي وقت مثلا، او ممكن تاخد مثلا في الاجازة الصيفية وقت تقضيه مثلا مع اهلك او مع عيلتك. الوقت ده مش هتلاقيه تاني لما تخرج وتشتغل وتدخل في الميشن بتاعتك. فكره انك تقدم على اجازه وتاخدها دي حاجه محتاجه حوارات، انت بتروح للاتش ار والاتش ار بيروح لمديرك ومديرك ممكن يقول لك لا ده احنا عندنا ضغط شغل دلوقتي مش هتلاقي الكلام ده. وفكره انك تلاقي شركه بتنظم رحلات بتساعد موظفينها ان هم يستمتعوا مثلا بوقتهم، بتساعد البيئه الداخليه بتاعتها انها تبقى نظيفه زي اي تي ليجند كده، دي حاجه نادره وقليله ومش موجوده كتير ومش متداوله. فبالتالي انت دلوقتي في فرصه كويسه استغلها. لما تدخلوا الكليه وبعد ما تقضوا فتره، عشان كده قلت لكم ركزوا على الصحبه الصالحه، هتلاقي دايما الجو فيه اكتئاب. جو الكليه فيه اكتئاب كده، في الجو كده فيه كأن فيه بخاخه وواحد رشش في الجو اكتئاب. فخلي بالكم من الموضوع ده، ما تشمش الاكتئاب بعد اذنك، بعد اذنك. تمام؟ فكره بقى اصل بيقولوا ان الذكاء الاصطناعي هيقضي على المبرمجين، اصل بيقولوا ان الوظائف مش عارف ايه، اصل بيقولوا. طب والناس اللي بتشتغل دي ايه؟ طيب يعني اشمعنى الذكاء الاصطناعي هيقضي عليك انت ما بيقضيش على غيرك؟ طب ما في ناس بتشتغل اوريدي. فبالتالي ما تشمش الاحباط، اتعلم ازاي تتبسط. على فكره فتره الكليه من احلى الفترات اللي انت ممكن تتبسط فيها. انت ما تسلمش نفسك للاكتئاب، ما تسلمش نفسك للناس دي، دور على الناس اللي يساعدوك ان انت تبقى مبسوط وتبقى عايش في حاله نيوترال، تبقى انت بتذاكر وبتتبسط وبتخرج وبتقضي وقت سعيد وبتستغل فتره الجامعه بتاعتك احسن استغلال. والله يا جماعه انا لما شفت الطلبه في الايفنت اللي فات اللي احنا عملناه وشفت وشوشهم وهم بيتصوروا معايا، اقسم بالله انا كنت مبسوط انبساط لا تتخيلوه. ليه؟ شايف حماس الشباب وشايف في عيونهم نظره ان هم عاوزين يعملوا حاجه، وشايف في عيونهم ان هم عايزين يعملوا لنفسهم مستقبل كويس. فيا جماعه فتره الجامعه فتره حلوه، استغلوها افضل استغلال. اتبسطوا واعملوا الميشن بتاعتكم وجهزوا نفسكم لسوق العمل، وان شاء الله باذن الله تعملوا كل اللي نفسكم فيه. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك وشيروه مع كل اصحابكم، ويا ريت تقولوا لنا في التعليقات ايه الفيديوهات اللي انتوا عايزيننا نعملها الفتره اللي جايه، واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.